جاي اشارك معاكم مشكله حصلت معايا في جهاز اللابتوب اللي هو جهاز المونتاج الرئيسي للقناه، وهقول لكم على الخطوات اللي اتبعتها عشان اوصل للحل. وفي الاخر طلع السبب بتاع العطل سبب تافه جدا. مساء الفل، ازيكم مليونير منك اللي عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده جاي اشارك معاكم مشكله حصلت معايا في جهاز اللابتوب اللي هو جهاز المونتاج الرئيسي للقناه، وهقول لكم على الخطوات اللي اتبعتها عشان اوصل للحل. وفي الاخر طلع السبب بتاع العطل سبب تافه جدا، وللاسف ما كنتش عارفه وعرفته متاخر وضيع عليا وقت. اللي حصل معايا كالاتي: انا كنت شغال على الفيديو الاخير اللي نزل على القناه، بعد ما نزلته وعملت الصوره وتمام طفيت اللاب وقضيت باقي اليوم عادي. جيت بالليل اشغله عشان اعمل حاجات تاني او عشان كان في معايا شوية شغل عايز اخلصهم. شغلت اللاب ما بيشتغلش، يشتغل 5 ثواني ويروح طافي، يشتغل تاني 5 ثواني ويطفي ويشتغل تاني. وفي نفس الوقت الشاشة السوداء خالص، مش جايبة اي معلومات او اي بيانات، ومش جايلة حتى في ايه في المشكلة. فعشان اوصل للحلول دي حضرت فيديوهات كتير، بدأت اطبق الحاجات اللي عرفتها في الفيديوهات، برضو ما فيش امل، مش شغال. فكيت الظهر نظفته من التراب، فكيت الرامات نظفتها، نظفت اماكنها، ركبت كل رامة وحديها عشان يشتغل. يعني مرة جربتها في المكان ده ومرة جربتها ده عشان انا عندي قطعتين رام ما اشتغلش. غيرت وحطيت الرام التاني وجربتها في المكانين برضو ما اشتغلش. في حل تاني اتقال: افصل البطارية او حجر الساعة اللي بيحافظ على الوقت والتاريخ وبحافظ على اعدادات البايوس زي ما انت مظبطها، عشان تعمل ريستارت للبايوس او تخلي البايوس يرجع ديفولت زي ما هو، يعني يشيل لك كل الاعدادات اللي انت عاملها في البايوس، يلغيها ويرجعه كانه لسه جديد. برضه شلته وسبته 5 دقايق مفصول وركبته تاني ما اشتغلش. شغلت من غيره خالص برضه ما اشتغلش، لدرجه اني فكيت مروحه التبريد خالص ونظفت المعجون اللي كان عشان كان ناشف وحطيت معجون جديد برضه ما اشتغلش، لان افتكرت ممكن حراره البروسيسور بتعلى فبيروح طافي تاني قبل ما يشتغل، برضه ما اشتغلش. في الاخر اكتشفت ان حجر الساعة خلص، وللاسف ده ما عطاش انذار قبل ما يخلص، فبالتالي انا ما عرفتش انه خلص من غير ما نعرف. هقول لكم عرفتها ازاي. يعني انا وصلته في الكهرباء وسبته يفضل يطفي ويولع لغايه ما اشتغل، قام واشتغل. فراح فاتح لي صفحه البايوس اظبط الوقت والتاريخ عشان مش مظبوطين، فانا اقول ده طبيعي، انا كده كنت فاصل الحجر، فعشان كده الوقت والتاريخ مش مظبوطين، ما قاعدش محافظ عليهم. فروحت ظابطهم وشغلت اللاب واشتغلت، خلصت اللي انا عايزه وقفلت الجهاز وقلت الحمد لله اشتغل. المهم بعد ما قفلت اللاب واشتغلت بيه شويه وخلصت اللي انا عايزه اللي كان معايا وخلصته، طفيت اللاب وجيت اشغله تاني عشان يشتغل، برضه ما اشتغل. عمل نفس القصه، برضه سبته شغال شويه، ما رضيتش افصله من الكهرباء على طول، ما خفتش عليه، جمدت قلبي شويه، قلت ما دام اشتغل اكيد هيشتغل تاني. راح يشتغل فعلا، راح جايب لي صفحه الوقت والتاريخ تاني مش مظبوطين. هنا اتاكدت ان الحجر فضي، او يعني حجر الساعه اللي بيحافظ على الوقت والتاريخ فضي، لان هو انا كنت ظابطهم وهو الحجر شغال، كان المفروض يحافظ عليهم. ما دام ما حافظش عليهم يبقى الحجر فعلا فضي. فبالتالي جبت حجر جديد وغيرته، وهتلاقي مثلا وصله صغيره خالص كده هتفصلها، ومن ورا فيها سلكتين، سلكه سوداء وسلكه حمراء. الاحمر ده موجب والاسود ده سالب. الاحمر هتحطه على الحجر من قدام، هتلاقي في كل نهايه كل سلك هتلاقي في حته حديده كده، هتخلعها بس بصعوبه شويه من الحجر القديم لانها ملحومه فيه الحام. وبعد كده هتحطها على الحجر من فوق اللي هي اللون الاحمر، هتحطه من فوق اللي هي الشريحه بتاعته، ومن تحت هتحط اللون الاسود. بعد كده انا غلفتهم بسوليتيب، اولا عشان يمسك الطرفين في الحجر يبقوا ثابتين لان انا مش هعرف الحمها زي ما كانت ملحومه. ثانيا عشان يعزل الحجر ما يلمس مع الحديد اللي هو تحتيه لان مكانه في حديد تحته. ورحت موصل تاني واشتغلت. بعد ما وصلت الحجر وشغلت اللاب، ما عملش الفكره ان هو يطفي ويولع يطفي ويولع دي ورا بعض على طول، اشتغل على طول. بيجيب لي صفحه الوقت والتاريخ طبعا لان البايوس بقي ديفولت خالص، رجع كانه جديد خالص، مفيش الاعدادات اللي انا كنت عاملها. فرحت ظابط الوقت والتاريخ من جديد، وبعد ما ظبطته وخلصت اشتغل اللاب عادي تمام. وبعد كده طفيت اللاب وشغلته تاني، اشتغل الحمد لله تمام. تخلي بالك في المشكله دي لو حصلت معاك، وخصوصا في لابات ديل او الموديل ده بالتحديدا، يعني 5567 اللي هو رقم اللاب ده بتاعي او الموديل بتاعه، فهتخلي بالك لو حصلت معاك المشكله
المسألة دي خلي بالك من موضوع الحجر، ممكن يكون الحجر خلصان، لأن حجر الساعة أو اللي بيحافظ على الوقت والتاريخ في البايوس طلع داخل في دايرة التشغيل، ليه وظيفة في دايرة التشغيل يحافظ فيها عشان ما تتوهش وتلف حوالين نفسك زي ما أنا عملت. فخلي بالك من الحاجة دي، ومن خصوصا في اللاب ده. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والشير مع أصحابك عشان الكل يستفيد. وإلى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعة أخرى، إلى اللقاء.